بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نتوكل. اخواتي واحبائي جمهور التيكرز، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اكمل الله صار يحييكم. التيكرز طالع معاكم النهارده بنريحكم بين لسه الدوري ما سخنش، ما دخلناش في سخونه، في انتقالات وفي ده قالوا وفي الانديه ده عاد الزمالك ومشاكل والاهلي مش عارف. انا عايز اديك الحلو الدسم ابو دم خفيف اللي انت تتمتع وانت بتسمعني. هدافين العالم اللي استرعى انتباهي وشدني هالاند، هداف مانشستر سيتي، وده رقم 9 طبعا، وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد رقم 9، هداف ريال مدريد رقم 9، ولوفاندوفسكي هداف برشلونه رقم 9. شفت لهم ماتشات في الاونه الاخيره، طبعا اتمانهم خرافيه. النهارده لما نيجي نتكلم عن هالاند، الراجل ده جاي من بروسيا دورتموند وخده مانشستر سيتي. انت عارف بروسيا دورتموند قبض 65 مليون يورو. الوسيط بتاعه خد كام؟ الوكيل بتاع هالاند واخد 50 مليون يورو. امال ايه؟ ما هو هالاند عملوا شرط جزائي في عقده ب 200 مليون جنيه استرليني لو خرج، بس ايه شرط؟ لو خرج بره انجلترا يبقى ال 200 مليون جنيه استرليني يدفعهم. هو ممكن يروح 3 اشهر، نظام 3 اشهر وليها النظام 3 اشهر خارج انجلترا ويرجع تاني. على فكره يرجع تاني انجلترا. على فكره ريال مدريد عينه عليه، لان المفروض بنزيما خلاص 36 سنه دخل في ال 37، يعني خلاص، يعني هم مضطرين عشان بنزيما مستواه كويس وهايل جدا، انما خلاص بحكم السن فعايزين بديل قوي، وريال مدريد رقم 1 في العالم، فهم عينهم على هالاند. فممكن يطلع بره انجلترا، لو حتى هيدفع 200 مليون جنيه استرليني تبقى صعبه قوي على ريال مدريد. ما هو هياخد كام؟ وبروسيا دورتموند هياخد كام؟ عملية هتبقى صعبة وهتبقى شديدة. زي ما قلت لك أرقام فلكية. ممكن يخرج قلنا 3 أشهر بره إنجلترا ويرجع الدوري الإنجليزي تاني لو حب فرقة ليفربول تاخده ولا حاجة. ليهم نظام كده يطلع 3 أشهر لحد ما يجي انتقالات الشتاء أو الصيف ويرجع تاني. إنما موضوع ال 200 مليون جنيه استرليني صعب قوي. هداف من طراز فريد، هجام، هيدرز، سريع، شوتنج. امال انت فاهم ان راس الحربة بيبقى غالي ليه؟ بيبقى ثمنه خرافي لانه بيهدف وهداف. هذا الهالاند فيه كل مواصفات راس الحربة، مفيش حاجة فيه ملوش حل. شد انتباهي، عشان كده المنصة اللي عاملها النهارده عليه استرعى انتباهي. طبعا معاه ليفاندوفسكي في ماتش 3-3 برشلونة وانتر ميلان الايطالي على ارض برشلونة، وتهديفه حرس هدفين. فعشان كده انا الناس دي بتشدني، بحب انقل لك معلومات واخبار عنه. يعني 65 مليون يورو بروسيا دورتموند خدها. الوكيل بتاعه خد 50، خد عمولة 50 مليون يورو. نقطة من أول السطر، في حكم اسمه جاني سكازوي، ده زامبي، حكم سمعته مش تمام. وليه؟ مش ال3-4 سنين اللي فاتوا، أيام ما كان مش موتسيبي اللي موجود في الاتحاد الافريقي، اللي قبل موتسيبي، الراجل الفاسد اللي قبل موتسيبي. ما هو فاسد، موتسيبي ما يقلش عنه، لما اللي قبل موتسيبي كان ليه 3-4 حكام سكازوي منهم بيوجهوا الماتشات. طلعوا الترجي مرتين فاينل افريقيا
حكم للترجي مرتين قبل النهائي بدون وجه حق، صعد الترجي للنهائي بسكازوي يلغي الهدف الصحيح عادي جدا ومحدش يجي ناحيته. كان ليه ماتش شهير مع منتخب تونس وما كانش، قال خد ضربة شمس ونزل حكم المباراة، فسمعته كان في كأس الأمم الأفريقية اللي فات وكانت واقعة شهيرة، وكان عمل مباراة في منتهى السوء، فهو راجل سمعته سيئة. ورغم ذلك رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي العلاقات راح كأس العالم سكازوي. ازاي؟ معرفش، مستواه لا يرتقي، حكم مش مظبوط، حكم مرتشي، كل حاجة فيه، وراح كأس العالم. إذا الاختيارات بتخضع برضه للعلاقات. نقطة من أول السطر. ميرسي للإتاو فرص عودته أصبحت كبيرة وبيتمرن مع الفرقة وإن شاء الله، بس هو صعب يلحق المباراة القادمة اللي هي بتاعت يوم السبت، اللي هي مباراة العودة الأهلي والاتحاد المنستيري، مش هيلحقها، بس هو بيتمرن. والمباراة اللي بعدها إن شاء الله في الدوري أعتقد في ماتش الإسماعيلي هيكون جاهز إن شاء الله. عندي خبر رونالدينو. قبل ما انسى في حاجه مش عايز انساها. هالاند كان قال تصريح، قال من احسن اللاعبين اللي لعبت ضدهم الافارقه، قال محمد صلاح، ساديو ماني، اشرف حكيمي، رياض محرز، اللي هم اللاعبين الافارقه اللي لعب ضدهم وبيشكر فيهم قوي. قال ولا سيما صلاح، حدث ولا حرج. قبل ما انسى، رونالدينو اللاعب البرازيلي العظيم الحريف اللي كان برضه فنياته زي الخطيب كده عاليه قوي، الاسمر وشعر ده، قال ان انا بعت لبرونو سافيولا وقال وبيهنئه بيرسل له التهنئه انه وصل، انه بيلعب في الاهلي نادي القرن الافريقي، ولعبه في الاهلي هيزوده وهيديله قوه دفع اكتر انه يكون احسن واحسن، لان الاهلي نادي كبير. وشكر في الاهلي الحقيقه. ما هو اللعيبه اللي زي دي لما تدي تصريح ان الاهلي نادي كبير ونادي عظيم وانت تستحق انك تلعب، برونو سافيو يقول له انت تستحق انك تلعب في الاهلي، طبعا دي بحد ذاتها بالنسبه للاهلي دي ميزه كويسه قوي، او حته او جزئيه يعني مميزه بالنسبه للاهلي وبالنسبه لجمهور الاهلي. فالاهلي بيكبر، بيزيد على المستوى العربي، المستوى الافريقي والمستوى العالمي. اصبح النهارده لعبوا في كاس العالم للانديه وعملوا طلع ثالث، وخدها من بطل البرازيل قبل كده ثالث بالميراث. فالاهلي النهارده مسمع في العالم كله وسمعته الكرويه طيبه. قبل ما انسى، هنخرج عن الكروي شويه في اليد. الراجل بتاع الاهلي المدير الفني دانيال جوردو، بعد الاهلي ما خسر نهائي بطوله قبل النهائي بطوله افريقيا من الزمالك بفرق هدف، لان هو كان من ضمن شروط العقد الحصول على بطوله افريقيا، استغنوا عن خدمات دانيال جوردو. والراجل قال في حق الاهلي كلمه طيبه جدا، وقال انه نادي كبير ونادي عظيم ويتعامل باحترافيه مطلقه، وانا احترمه واحب هذا النادي، وتشرفت ان انا دربت النادي ده في كره اليد، واللعيبه دي هتحقق نتائج طيبه. اخر خبر، نقطه من اول السطر، هناء حمزه وبنتها مريم، وقالت ان العقد مريم مع الاهلي كان مزور، وقالت في حق الاهلي كلمتين، ومجلس اداره الاهلي خد قرار. هناء حمزه دي نائب رئيس اتحاد كره الطايره، نائب رئيس اتحاد كره الطايره، نائب رئيس اتحاد كره الطايره، كانت لعيبه في الاهلي وكانت مقدمه برامج رياضيه، وبنتها مريم المفروض انها بتلعب في الاهلي، قالت ان الاهلي العقد مزور، الاهلي اوقفها
واستبعدها هي وانتهى من النادي. سبسكرايب شير. أرجو أن أنا ما أكونش ضيف تقيل عليكم. اشترك في القناة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.